الاجتهاد. لو حبيت تعرف نفسك للناس دي تقول لهم ايه؟ لو والله ان انا عادي ان انا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا ان انا كراجل مواطن عادي في داخل هذا المجتمع كنت اعمل في القوات المسلحه. وجدت قدامي خيارات للعمل في داخل المنظومه الاسلاميه اللي كانت بتعمل ساعتها في ذلك الوقت، نتيجه وجود ظروف حوالينا في المنطقه بتمر بها. كان في مشكله خاصه مع السلام باسرائيل، كان في احتقان حوالينا في هذه المنطقه من جراء السادات وممارساته في داخل المجتمع المصري، مما ادى الى ان احنا في هذه المرحله يحصل نوع من انواع الخروج عليه في هذه المرحله، واضطررنا ان احنا نخرج خروجا مسلحا. وتم فعلا اغتياله في اكتوبر، وطبعا انتهى الامر وتغير وجه النظام وجاء نظام مبارك. وان احنا طبعا بنعتذر للشعب المصري في هذا التعريف عن ان احنا ما كناش نقصد ان احنا نوصل حسني مبارك الى الحكم، ولكن احنا كان هدفنا ان احنا نغير وننقذ الشعب المصري من ظروف اللي كان يعني الظروف اللي كانت محيطه به والصعوبات اللي كانت محيطه به، وان احنا كنا عايزين نخلصه من نظام السادات فقط، وكنا نتمنى ان يحصل نظام افضل، ولكن اللي حصل ان فعلا جه نظام اصعب. فنحن نقدم اعتذار على هذه الجزئيه، ولكن احنا كان هدفنا الخير لهذا المجتمع، لان احنا فعلا كان املنا ان احنا نصلح اكثر مما يعني اكثر مما من المتوقع. يعني كنا هدفنا الاصلاح اساسا. شيخ عبود صحح لي ربما اكون غلطان، سعيك والمجموعه اللي كانت معاك للقيام بثوره في مصر جه في اعقاب الثوره الايرانيه اللي اطاحت بها ايران. نعم. ثوره 25 يناير في مصر اللي اطاحت بنظام مبارك نجحت في اعقاب الثوره التونسيه اللي اطاحت بنظام بن علي. نعم. يا ترى ايه سبب فشل ثورتك انت وزملائك ونجاح ثوره 25 يناير؟ نعم، هناك فرق. نجاح فشل ثورتنا احنا في هذه المرحله كان مرتبط باشياء متعدده، ان احنا تحركنا ولم نكن قد اكتملنا بعد. كان في توجهات موجوده لتحقيق ثوره كامله شامله يحدث فيها الاستعداد في خلال 3 أو 4 سنوات، فيها اعداد شعبي، فيها اعداد تنظيمي، فيها اعداد امكانيات معينه لم تكن قد اكتملت، وكنا قد وصلنا في مرحله التغيير بعد 3 4 سنين. انما اللي حصل احنا فوجئنا بقرار التحفظ، حصلت تطورات غريبه في المجتمع. القرارات اللي صدرت في سبتمبر نعم. 81 قبل الاغتيال باقل من شهر. قبل الاغتيال بأقل من شهر تسببت في انه يحصل اضطراب في التفكير واضطراب في تفكير القيادات القياديه اللي كان في بعضها طلب اعتقاله، مما ادى الى ان هم يستعجلوا هذا الامر. انا فعلا واحد من الناس عرضت هذه الجزئيه وقلت وجهه نظري ان التحرك الشامل مش ممكن دلوقتي يتم نظرا لان احنا لم نحقق سوى 10% فقط من الامكانيات. الامر الذي يعني دفع بخالد الاسطنبولي انه يفكر في عمل فردي عشان يخرج المجتمع المصري من الازمه اللي كان موجوده فيها. فكان احنا هدفنا فعلا صالح المجتمع، هدفنا احنا نغير القياده التي اعتقلت كل الناس في ظروف واجهت كل القوى السياسيه في وقت واحد وحطتهم في المعتقل. وهذا الموقف الذي كان لا يرضي العرب بالخروج من الصراع العربي الاسرائيلي ببساطه منفردا ودون اتفاق شامل ادى الى ان يحصل قطيعه عربيه ثم بعد ذلك عزله سياسيه لمصر. هذا الامر كان لابد ان يتحقق من خلال التحرك بتاعنا، كنا بنفكر فيه على مستوى قدام 3 4 سنوات. فلما حصل الظرف بتاع هذا الامر تعجلت بعض الناس واستقرت على انها تاخذ هذا القرار. فكان الظرف السياسي مناسب، ولكن المشكله في الاعداد لم يكن مناسبا والقدرات لم تكن مناسبه لتحقيق هذه المهمه. اما ثوره 25 يناير فالامر مختلف. كان هناك امكانيات جميله جدا في الحشد لصالح نظام حسني مبارك، حشد كبير ايضا. كان في خلاف مع القوى السياسيه كلها بالتزوير الانتخابات في الوضع الاخير. كان في مشكله كبيره جدا ايضا مع التجمعات الاسلاميه اللي كانت موجوده في المعتقلات لفتره طويله. في ازمه سياسيه موجوده في الداخل، ازمه التوريث اللي كان عايز حس الشعب كله ان هو عايز يفرض عليه وريث بالقوه وهو لا يرغب فيه.
كل هذه الامور حاله من الفساد كانت كبيره جدا في المجتمع، حاله من اللهو والسرقه كانت موجوده في المجتمع والناس حاسه بيها، استهانه بحقوق الانسان في المجتمع. فكل ده عمل حاله احتقان شديده جدا، كان في نسبه استعداد جدا للاجتماع ضد حسني مبارك، وخاصه احنا حسينا ان المساله يمكن ان تحسم في خلال فتره بسيطه من خلال انفجار هائل، وخاصه بعد التزوير والدخول الى مجلس الشعب والاستهانه بالجماهير، واعلنوا بمنتهى البساطه ان هي عن انتصارات الحزب الوطني، وهي كانت هزائم طبعا بمسائل التزوير وتزوير ضد الجماهير. لما الشكل ده حصل هيئ الظرف المناسب بشكل قوي جدا لصالح الثوره. فلما تحركت الجماهير الى وسط الشارع ونزلت، كانت مفاجاه لنا جميعا حقيقه ان ينزل 50,000 متظاهر في المراحل الاولى. انا ظنيت انها حركه احتجاجيه محدوده الجوانب والاثر، حتى دعمتها من باب ان لها مطالب عادله، واعلنت هذا الكلام في يوم 27 26 على طول مباشره بدعمي لهذه الانتفاضه باعتبارها لها مطالب عادله. بعد كده ظهر شيء اخر وهو سقوط الدماء بيوم 28. حسينا ان الامر بقى هيتطور اكثر من هذا، لان معروف ان بدء سقوط الدماء تتحول الحركه الاحتجاجيه المحدوده الاثر والجوانب الى حركه ثوريه قويه، والمطالب سقفها بيعلو، معروف كده على طول. فحدث التطور المطلوب، بدل مش شويه طلبات بدات تطالب برحيل النظام، بدات تطالب بمحاكمه النظام، بدات تطالب باشياء كثيره فرعيه ايضا تعكس الغضب الجماهيري اللي كان موجود، زي محاكمه المسؤولين، زي المسؤولين عن التعذيب، زي المسؤولين عن القتل في ميدان التحرير. بعد ما هو دفع بقى بالقوه بتاعته الخطيره جدا اللي هي معرفه انه افلس، لما دفع بالحصنه، معركه الحصنه والجمال والحمير والحاجات اللي بعد دفعها، علمنا ان النظام افلس، عايز يفشل هذه القضيه باي طريقه من الطرق، ويستخدم اي اساليب في افشال هذه الثوره المباركه. دعمت هذه الثوره ايضا ببيانات محدده واضحه، وجهت رساله للقوات المسلحه وطلبتها بالوقوف الى جانب الجماهير يوم 27، بل قلت لهم واجب عليكم نصرتهم. وتوجهت برضو ايضا الى الشباب في ذلك الوقت ومن الجامعات والتيارات الاسلاميه التي كانت يعني متزعزعه، هل الرايه ايه؟ يعني مش باينه ايه؟ قلت لهم نعم، قلت لهم لابد من نصره هؤلاء الناس، لان هؤلاء الناس مطالبهم عادله، فلا بد من نصرتهم في في الامر. قالوا طب واحنا دلوقتي نثبت وحتى لو قتلتم؟ قلت لهم نعم، لو قتلتم تعتبروا شهداء في هذه المساله، وجهه نظري فيما اعلم، لان هذه مساله يعني فيها نصره للحق ضد الباطل. وهكذا طبعا وجدت طبعا ولله الحمد من يدعم هذا الامر بفتاوى عظيمه من بعض الشيوخ زي الشيخ قرضاوي، وبعض الشيوخ السلفيه اللي موجودين هنا في القاهره زي الشيخ محمد عبد المقصود احد كبار الشيوخ السلفيه في القاهره، فدعموا هذا الموقف، وبدات الناس تتحرك مطمئنه الجانب الى دعم مثل هذه الثوره. فاليات هنا غير الاليات هناك. الاليه ايضا الخطيره المؤثره الاعلام القوي الذي وضع الثوره على محك خطير جدا، ان يتحط في عيون الجماهير، يتوحد في التجميع المليونيه، يوحد. حتى برضه خطيره ان المجتمع الدولي بدا يقبل فكره التظاهر والتواجد التظاهر، ويرفض تماما فكره التعامل مع المتظاهر السلمي بالقوه. الشكل ده ما كانش موجود زمان، ما كانش هذا ظاهر. يعني عناصر القوه للثوره المصريه الحاليه. نعم، كان ممكن هناك يعني يهدم الثوره، او ممكن يعني يدمرها تدمير كاملا بقواته المدرعه وكده. لما ظهر الجيش في المرحله اللي بعد كده كنت انا قلقان طبعا شويه من الحرس الجمهوري، اما القوات المسلحه فكنت على يقين في الشكل العام انها محبه لشعبها، لا يمكن تكون ابدا ضد شعبها. وبالتالي فعلا ظهر موقف حسن جدا اول من القوات المسلحه، استقبلت استقبال عظيم، ركبوا على الدبابات، طلعوا تحت الدبابات، كتبوا على الدبابات يسقط حسني مبارك. كل هذه الحاجات موجوده، قلنا الحمد لله رب العالمين ان المساله ماشيه في الاتجاه الصحيح. نعم. شيخ عبود، معروف ان تحركك مع مجموعتك للقيام بثوره على السادات تاسس على مرجعيه اسلاميه. نعم. وصفتم السادات بالخروج على الاسلام وقررتم قتله تنفيذا لما قلتم انه واجب ديني. نعم. وسعيتم لاقامه حكم اسلامي، ولكن من حوالي 13 سنه عرفنا ان كنت واحد ممن شاركوا في اعداد ما عرف بالمراجعات الفكريه لتنظيم الجماعه الاسلاميه. نعم. اعتذرتم فيه عن قتل السادات
اعلنتم خطا فكره استحلال الاقباط واموالهم، ورفضتم فكره استهداف حياه السياح الاجانب زوار مصر. انا عاوز حضرتك توضح، وعذرا للي طالب السؤال للمشاهدين، رؤيتك بعد تجربتك الطويله لعلاقه الاسلام بالعمل السياسي، ورؤيتك لمساله العنف تحت لافته جماعه او تنظيم ديني. هو في الحقيقه ان كل هذه الاسباب الدافعه زالت بعد كسر حاجز الخوف والحريه، لأن المرحلة السابقة كانت في دوافع كثيرة جدا بتخلي الإنسان يشعر بالظلم. هي دوافع ولا أنتوا تراجعتم؟ لا، أنا بتكلم عن المراحل الأولى للتفكير، كانت مبنية على إن كانت في أوضاع تستحق الخروج عليها على هذا النحو. احنا لما حصل بقى حكايه فكره الفرق بين التراجع والمراجعه، بنقول هناك فرق بين المراجعات وفرق بين التراجع. التراجع هو ترك الفكره بالكامل والانسحاب منها، اما المراجعه فاسسك تبقى ثابته ولكن تعيد النظر في الاليات. فكانت اعاده النظر في الاليات مبنيه على ان النظام مبارك في اثناء الصراع في التسعينات واجه مواجهه شرسه لدرجه انه قال اقوالا خطيره وغريبه. اولا احنا حاولنا الاتصال بهذا النظام عن طريق بعض الوسطاء نقول له فيه ان احنا على استعداد للتدخل لوقف هذا القتال يعني على اساس تنفيذ احكام القضاء واخراج المعتقلين والافراج عنهم. فلم يرد عليه. الصراع اللي كان داير في نص التسعينات في مصر، نعم، بين السلطه وبين الجماعات الدينيه، نعم، المتشدده او نعم العنفيه، نعم، ان صح التعبير. كان هذا الشكل موجود قائم لانه كان يدافع عن دعوته. كان هناك في ذلك الوقت الدعوه مصادره، العمل النقابي في مواجهات، الاعتقالات بتتزايد، فالناس مش عارفه تأدي الادوار، فقالوا ان لابد من ايه، احنا خلاص واجهونا يعني بشتى الطرق، لابد ان احنا نواجه. فبدأ التوجيه يحصل تصعيد قتالي في هذه المساحه، وبناء عليه لما وجدنا ان النظام القائم لا يهتم بشعبه بالشكل الذي يمكن ان يهدر فيه كثير من الدماء، لدرجه ان انا استمعت رئيس مره لما ارسل اليه ان احنا دلوقتي مستعدين للتوسط، لم يرد علينا بهذا الكلام كقياده تاريخيه قديمه. احنا مش كناش بنشتغل في عمل تنظيمي، احنا قياده تاريخيه قديمه بعيده عن الممارسه العمليه في الواقع بره، ان كان دي بيدرسها قياده ميدانيه. عفوا يا مولانا، انا بسال على مساله التراجع عن الاستناد الى الفكر الاسلامي او التفسير لبعض الايات والقران في الجهاد والفكر نعم. التكفير والى اخره. انتم تغيرتم ام ماذا؟ اريد ان انا بجيب لحضرتك على اساس في المسترسله. يعني الحته دي بالذات جعلت منا ان احنا نعيد النظر في الامكانيات اللي موجوده حاليا في الواقع القائم، وفي مرجعياتنا نبص على الحاجات اللي موجوده، مما يجعلنا نضع رؤيه جديده لواقع جديد. لان مش معنى الحكم الشرعي في مساله بالحرمه انه يبقى على طول محرم، يمكن يجي في وقت حاله ضروره تتغير هذا الحكم، والعكس ممكن يبقى في حته حلال في منطقه معينه ثم بعد ذلك تيجي موضع يمنعك فيها من اتخاذ هذا القرار. فممكن ان واحد قد يكون يحل دمه في مرحله من المراحل، ثم تكون في مانع من الموانع لتنفيذ هذا الحكم الشرعي عليه. عايز تقول ان الاساس موجود عندك انت كمواطن تكفر او تدخل؟ لا، احنا بنقول ان احنا الفكره اللي كانت موجوده، الظروف لما بتتغير بغير الحكم. اقصد ان القضيه بتبقى مرتبطه ان ده اختصاص اهل علم من القضاه والمفتون والعلماء، فلابد ان قضيه التكفير دي قضيه حساسه جدا، مش اي حد يقدر يتكلم فيها، لازم يكون اهل اختصاص ولها ظروف في التطبيق. يختلف اصل الحكم الشرعي عن تطبيقه في الواقع القائم حسب احوال وظروف بيقوم بها العالم المجتهد الذي له اليات وقدرات وامكانيات. فاحنا واحد مش عالم يبقى ليس له حق التصدي، فاحنا مش عايزين نسيب الكلمه دي لاي واحد يقدر يكفر الانسان، اي واحد يكفر مسلم، اي واحد يعمل كل هذا. يعني انت لا تريد ان تعودوا كما كنتم عند التخطيط لاغتيال السادات؟ التخطيط لاغتيال السادات كان مرتبط، هذا الامر مرتبطا بان هناك في فتاوى على جواز الخروج عليه، نعم، نتيجه الحسابات شرعيه ساعتها على هذا النحو. اما النهارده الامر اختلف. الامر اختلاف النهارده ايه؟ في اللي احنا فيه دلوقتي، ان الحكومه الحاليه حكومه احنا بندعمها. يختلف الامر، في حريه قبلها اتفتحت، ما فيش اسباب دافعه ان الانسان يشكل عقيده مضاده لهذا النظام القائم. ليه؟
شايف الحكومه بتبذل اخر جهد، حكومه الدكتور عصام شرف بتبذل جهد ضخم جدا طول النهار في حل مشكلات الجماهير والاستماع اليها وتجميع ايه اللي زعلانين منه يا جماعه في المرحله السابقه عشان نحله لكم، ومرهقين جدا، فلا بد ان ياخذ هذه الفرصه. يختلف الامر عن نظام مبارك السابق اللي كان لا يلتفت الى حد الا ان هو عفوا يا مولانا، عفوا، وماذا لو جاءت حكومه لم ترضي؟ نخرج عليها بالدين ولا نخرج عليها بالمظاهرات؟ كيف ترى الحكومه اذا خرجت؟ لما تخرج الحكومه المفروض بقى يتحط في هذه المرحله اللي احنا